بتبدأ القصة مع وسيم الزنهار اللي في ركوب الأمواج طيار سباح درجة أولى واخد في السباحة بطولة، واللي في يوم مشرق بينقذ بنت بتغرق فبتاخده الرجولة وبينقذ الهلهولة، وبدل ما يطمن عليها ويروحها لبيتها مرمط ميتين عيلتها ونزل فيها تهزيق. وبعد ما أشفق عليها قال لها تعالى معلمك بدل ما تغرقي وما تلاقيش حد ينقذك، وكانت هتجيب له جلطة البعيدة بسبب أخطائها العديدة، لكنها طلعت شطورة وتعلمت وبقت أمورة. وبعدها شكرته على مساعدته وقالت له إن اسمها جميلة، وتاني يوم بيتقابلوا وقرروا يقضوا الأجازة سوا، ويوم بادئ بالحلويات وكل اللي جاي بسكوتات. وقع وسيم في حبها ومعرفش عنها غير اسمها، وقضوا ليلة سعيدة. ولما صحي وسيم من نومه ملقاش غير هدومه، وجميلة اختفت وفضل طول الوقت مستنيها يمكن تظهر ويلاقيها. وفي مكان ما بنشوف الحاج ابو وسيم الرياضي اللي ما بيضيعش وقته على الفاضي. في نفس الوقت بيكون وسيم بيدور على جميلة على النت، وبيطلع له الخادم رام وبيسأله مين المدام، وبيقول له كده مش ممكن تلاقيها، شوف لها صورة يا ابو دماغ بلوك ودور عليها على الفيسبوك. وفي نفس الوقت بنروح لخالة وسيم الشعنونة قاعدة تتفرج على الدراما وداخلة في حالة كآبة، وبيقول لها الحاج ابو وسيم تعالي لي تحت خلال دقيقتين. فقالت يا لهو بالي اللي بحبه جالي. ووسيم بيكون قاعد بيبيض الصورة لكن طلعت ملسوعة ووشها مش باين. ولما دخل اتخانق مع الحاج وشكلهم مش متفقين، ولكن الحاج ادالهم الصاعقة وقال له اسمع يا دهل خطيبة ابوك جاية وانه ناوي يتجوز، واللي ما تربهوش امه تربي مرات ابوه. وبتوصل اللي عليها العين والنني وبتطلع جميلة. فالواد بيتصدم يا عيني، حلم ده ولا ايه؟ البنت اللي حبتها ابويا هيخلي بيتي هو بيتها. وبنرجع في الاشباك لجميلة وهي في شغلها والمديرة بتطردها، فلمت حاجتها وطلعت على بيت حبيبها وقررت ما تقولوش علشان ما تزعلوش. لكن الصدمة كانت ليها، حبيبها طلع خاين ومقضيها، والبعيد بدل ما يحس على دمه طلعت جميلة اخر همه وقال لها انا منك خلاص جديت امشي يلا على البيت، وانفصل عنها. وبقت البت من شغلها مطرودة يا عيني وحبيبها اداها الصابونة. فقالت كده كفاية انا موت احسن، وقررت تنتحر. لكن علشان لسه ليها عمر جالها مكالمة تليفون قالوا لها مبروك كسبت رحلة تحسوها كسبت عمرة. فقالت بس اتفسح واهو لما اموت سعيدة بدل ما اموت كئيبة. وهناك بدأت تتعلم ركوب الامواج لحد ما انقذها وسيم، وقرروا يقضوا الاجازة مع بعض بشرط محدش يسأل التاني اسئلة شخصية. وقضوا احلى اجازة وحاجة كده في اللذاذة، وقضوا ليلة مع بعض وانتهى بيها الحال مرتب المستقبلية. لكن وسيم شدها وناوي كده يترقع لها، وجميلة بتقول له سيبني يا ابن المجنونة، لكنه خدها على بيته وسألها ازاي هتبقي مرات ابويا بعد اللي عملناه سوا. فقالت له اللي حصل بينا قبل ما تعرف انها تتجوز ابوه. ولما سألها واللي عملتي معايا قالت له ولا فوق انت بتكلم مرات ابوك. ووصل الحاج ابو وسيم في الوقت السليم وبدأت الخناقة بين الاب وابنه، ووسيم مش قادر يقول لابوه ان هو وجميلة قضوا ليلة مع بعض. وبعدها اعتذر الحاج الجميلة، والبنت مش مصدقه من بين الكوكب كله اللي قضت معاه يوم هتتجوز ابوه. وبالليل قعد وسيم يشتكي للخادم والواد مغلول واكله الفضول وطلب من يراقب جميلة. وتاني يوم بتصحى جميلة من نومها وبتخضها مساعدة الحاجة، وبعدها بتاخدها علشان تفطر. ولاحظت جميلة ان في حد ماشي وراها، وقالت لها المساعدة الحيزبونة ان ده خادم وسيم. وبعدها راحت جميلة تفطر مع الشعنونة خالة وسيم، واللي بتبص لها بصة مريبة وشكلها ناوية تعاديها، وبتاكل كمان اكلها. وبيصحى وسيم تاني يوم على صوت في البلكون، فبيطلع يشوف مين، بيطلع صاحبه الكيوت وجايب له الزرع المظبوط. وبعدها بتكلم جميلة عيلتها، وبتفضل عمتها تعايرها ان اللي اكلتك وشربتك وصرفت عليكي. وبتفتكر جميلة اللي حصل لما كانت مع وسيم، وساعتها جالها اتصال من عمتها وطلعت جري على بيتها. ولما وصلت قالت لها الحاج صاحب البيت على وصول، لكن جميلة قلبها جامد احنا الايجار دافعينه واللي هيهنا هنهينه. وفجأة بيظهر ابن عمتها وقال لها اهدي يا جميلة عمتك لعبت قمار وخسرت فلوس الايجار. وجميلة من الصدمة كانت هتجيلها جلطة،
وبيوصل الحاج صاحب البيت واللي بيطلع ابو وسيم، واللي بيطلب يكلم جميلة على انفراد، وبتقول له والله يا عمو ما تقلق فلوسك هرجعها لك، لكن فجأة عرض عليها الجواز مقابل تسديد ديون عيلتها، لكن رفضت. ولما عرفت عمتها عرضها قالت لها يا بت دي ارضه، وبدأت تهينها بفقرها وان مشاكلهم المادية بسبب القرض اللي خده ابوها عشان يعلموها، وهانتها اهانة شديدة. فبكت جميلة من حسرتها بسبب كلام عمتها، وفضلت تفتكر المواقف الوحشة اللي حصلت معاها وهي صغيرة ومعاملة عمتها الوحشة ليها. فبتطلع على الحاج ابو وسيم وبتعرفهم انها موافقة على الجواز. ولما طلعت تشم هوا جالها مخرب الاوقات السعيدة، وكالعادة اتخانقوا سوا، وعرفها انه عارف خيبتها وانها هتتجوز مقابل تسديد ديون عيلتها، لكنها قالت له ينسى الليلة اللي قضوها سوا احسن ليهم. فعرفها انه هيقرفها وان اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني. وطلع وسيم على ابوه وقال له اعمل لك ايه وتلغي الجواز من جميلة. فقال له انسى يا وسيم هتجوزها وتعيش معايا سنين. وبقى الواد من كاد من ابوه اكتر. وطلع الحاج على الخالة الشعنونة وقال لها ازاي يا ولية انت تمنعي جميلة من الفطار، وعرفها انه مركب كاميرات وحذرها من عمايلها وانه هيقطع عليها النت لو عملت حاجة تاني. وطلع بره اعتذر لجميلة. وبالليل راح الكيوت لوسيم اللي قاعد حزين ونصحه يعرف ابوه باللي بينه وبين جميلة. والبت قاعدة بتتفرج على فيديوهاته وبتقرر تمسح ذكرياته. ولما بيصحى الواد تاني يوم بيكلم الزرعات المجنون. وفاهميني يا حبايبي حد يرد عليا؟ في الوقت ده الحاج بيفسح جميلة وبيعرفها بالعاملين في المكان، وبعدها بيطلب من العامل سميح ياخد جميلة يفرجها على حديقة مومو. وجاري يقوم على وسيم والحق يا ابو مخ تخين ابوك عمل الدنيئة، لكن لقاه نايم. ووصلت جميلة الحديقة وبدأت تصور المكان، وعلى طول سميح بيبلغ وسيم باللي حصل. وبعدها بيعرف وسيم من ان ابوه عين جميلة مديرة تنفيذية لمشروع الحديقة. فقال ما بدهاش بقى وقرر يرجع يعيش في بيته، ما هو مش هيبقى البيت ابونا والغرب يطردونا. ومن بداية الوصول هتشوفوا رخم على اصول. وحدفها بالشنطة وطلع رخم عليها. فبتدخل جميلة غرفتها تشتكي لبطانيتها، وبعدها بتطلع تشتغل، لكن وسيم في قفاها. فبتقرر ترجع البيت لقته جوه. فبتدخل الحمام لا بقى مش كده مش هنعرف تشتغل ولا ايه، لكن على مين؟ فضل وسيم يخبط وعمل لها ازعاج. ولما طلعت بره قالت ما بدهاش بقى، لكن فضل يرخم عليها لحد ما داخل وقع في ايديها. وبدأت الخناقة، لكن الحاج ابو وسيم اتفاجئ بوجود وسيم. فلما الحاج العيلة وعمل مناقشة، لكنها كالعادة قلبت بخناقة. وبعدها بتسأل جميلة الحاج ايه مشكلتك مع وسيم، لكنه رفض يجاوب وقال لها ما تتدخلش في غير شؤونها. وبالليل وسيم كان بيراقب غرفة جميلة، وجميلة قاعدة بتتفرج على افلام رعب لحد ما شاف وسيم ابوه على باب غرفتها. ولما دخل بدأ يقرب من جميلة بطريقة مريبة، ووسيم هيموت من الغيرة. وطلع الحاج قاصد يقفل الستاير، ما تظلموهوش يا جماعة. ووسيم بيتخيل ابوه مع جميلة ومتعصب جدا، وطلع جرى يقتحم غرفتها، لكن رجع في كلامه في اللحظة الأخيرة. وتاني يوم الخدامين كانوا بينموا على الحاجة وجميلة لحد ما سمعتهم الحيزبونة وركبتها الجنونة. وطلعت على وسيم اسمع ياض يا حالتها لازم تطفش جميلة بأي وسيلة. أميل وترتها ونعم الأخلاق يا ابني. وبعدها بتكون جميلة بتستلم أوردر والشعنونة بتضايقها ولسه البت هتقع، لكن الكيوت بيلحقها وقرر كمان انه يساعدها. ولما خرج وسيم من غرفته لقي الكيوت بيساعد جميلة، فشدها برا البيت وقال لها هو في ايه عينك من كل الرجالة. فحست انه غيران عليها وبدأت تستفزه، فسابها ومشي بسرعة وراح يروج جنينة. فرح له الكيوت ووسيم هيموت من الغيظ وشامم ريحة حريقة. وتاني يوم الحاج عمل لجميلة مكتب جديد، حقك بقى ما بقيتي مديرة. وفي نفس الوقت بيقول الكيوت لوسيم انهم هيطوروا الحديقة علشان تجذب سياح كتير. وراح لابوه كالعادة يتخانق معاه وقال له انت جبت جميلة علشان تحفزني على الشغل، لكن ابوه قال له طريق السلام احنا مش فاضيين لك. وبعدها بتحاول جميلة تعرف ايه المشاكل اللي بين الحاج وابنه، وبدأ الحاج يحكي لها وانه هو صغير كان بيشوفه هو ومراته بيتخانقوا طول الوقت، ومن ساعتها هو بيلومه على موت والدته. وبيكون وسيم مش عارف ينام من كتر التوتر، وحتى جميلة قلقانة عليه. وتاني يوم الصبح بتروح له جميلة وبتقوله انها مش عايزة تاخد حاجة وان الحديقة وظيفة مش اكتر. وبتكون حاسة بحزنه وحسرته وبتعرفه ان اهلها ماتوا وهي صغيرة، لكن بيفضل يتعصب عليها وفي الاخر بيطردها. ووسيم بيكون هيتجنن اكتر، وإيران بيكلم بالكيوت
صاحبه بيقوله الحق صاحبك بيكلم نفسه، فقال له الكيوت ما تقلقش عليه. وتاني يوم كان العاملين منتظرين وصول جميلة، وبتوصل جميلة مع الحاجة، ولما بيدخلوا غرفة الاجتماعات بيتفاجئوا بوسيم جوه وعرفهم انه من النهارده هيشتغل هنا. وجميلة رحبت بالفكرة، فالحاج وافق. وبعدها بيوصل مساعدين جميلة، وبيحس وسيم انه نكره وملوش قيمة. ولما بيروح بيسأل رام عن صاحبه الكيوت، فقال انه مسافر بانكوك في شغله، وبيكون الكيوت في الشارع وبتخبط فيه بنت سوسة. وبدل ما تعتذر قلت ادبها اكتر. الكيوت مش مصدقه هو في ايه، فبتتصل بالمساعد يجيلها. وبيطلع المساعد ده الخسيس حبيب جميلة القديم، ومديرته هي حبيبته، بنت جميلة وقوية بس وقحة وما شافتش بجنيه تربية. وبدأت جميلة شغلها في تطوير الحديقة، وبذلت مجهود كبير، واخيرا قرروا ياخدوا استراحة. وتاني يوم بدأت تعرض لهم المشروع، لكن مدخل الحديقة كان متغير، وطبعا وسيم هو اللي وراها عشان يبوظ شغلها والحاج يطردها. وتحسوه شمتان فيها، والغريب ان الحاج ما تعصبش عليها. وسيم بيتنمر فرصة وجاتله، وبقى خلي بالك المرة الجاية. وبتقول الشعنونة للحاج كده في عنصرية، وبيوصل وسيم ويأكد على كلامها لكنه مهتمش ومشي. وبعدها بيقابل وسيم جميلة، وبتقول له انت يا راس الاناناس انت مش هتعقل وتبقى راجل. وكالعادة بيتنمر على كلامها، وبتتحدى جميلة وبتعرض عليه منافسة عادلة في الشغل. وخد وقتك يا توتو رد عليا. وتاني يوم بتكون جميلة في الحديقة، وبيوصل وسيم وبيقول لها انه موافق على التحدي، وبالصدفة بيكون في مدرب رقص. وتحسوا جميلة وسيم متألقين، وكل واحد عايز يبقى افضل من التاني حتى في الرقص. وتاني يوم بيتقابلوا قدام غرفة الاجتماعات، وبيروحوا مع بعض يصوروا المكان. وبتستخدم جميلة هليكوبتر علشان تستكشف المكان، ووسيم هو كمان. وبدل ما يستكشفوا قلبوها تحدي، وبقى في مشجعين وحاجة طين. وبيحكي يقوم اللي حصل للعاملين، وبيبقوا متحمسين واتضايقوا لما عرفوا ان النتيجة تعادل. وحكى لهم كورومبا انه شافهم وهم ماشيين وبيجروا ولكنهم في سباق. في الوقت ده بيوصل الاتنين استراحة الطعام، وبدأ كل واحد يطلب اكل، وبيعلوا على بعض مين هياكل اكتر. وعملوا منافسة في اكل البيض، وكل العاملين مستغربين مجانين دهل. وبدأ التشجيع، وقضى وسيم باقي اليوم في الحمام. في الوقت ده بتقدم المساعدة ملف فيه تصميمات كبيرة للحديقة، بحيث لو فشلت جميلة يعرفوا يتصرفوا. لكن بيقطعهم الحاج وبيقول لها ما تقلقيش انا عندي ثقة في جميلة. وتاني يوم بيتقابلوا الابطال، وبيقرروا يبطلوا تنافس لانهم تعبوا حقهم برضه، وهيركزوا في شغلهم. ولما بيروح لها المكتب بتطرده، ولما بتخرج تاخد صور بتلاقي طيارة بتلاحقها، ويجري يا مجدي لحد ما تلاقي وسيم في وشها فبتتريق عليه. وبعدها بيطلع لها الواد كل شوية ومخليها مش عارفة تركز في شغلها. وتاني يوم بيتقابلوا، وبتكون مستعدة كويس، وبتعيد شرح المشروع قدام الكل. وبيبقى وسيم مذهول، وكل شوية يسأل سؤال ورا سؤال ورا سؤال، وبتبقى بنتنا سندالة وبتتألق لحد ما أسئلة وسيم خلصت وفقد النطق. وبعدها بتقول الحاج انها كانت بتتدرب كتير قوي علشان تشرح بالشكل ده. في نفس الوقت الكيوت متضايق من كلام الخبيثة، ووسيم قاعد هتجيله جلطة بسبب اللي حصل له. وبيطلع بره يلاقي الجميلة، وبيقول لها انه عايزها تشتغل لحسابه، وبكده تسد الديون من غير ما تتجوز ابوه. وفجأة بتعتذر جميلة وبتقوله انها ظنت في سوء، وطلع عكس كده. وبتفتكر جميلة كلامها مع الحاجة، وقالت له ان اسئلة وسيم ساعدتها كتير، واكيد هو حضر كويس وبحث كتير. وبيقول لها الحاج ان ابنه موهوب بس هو طفولي شوية. والواد بيتحرج منها، وشكلهم كده بدأوا يستلطفوا بعض. وقالت له انها سعيدة بلقائه، فاتحرج اكتر ومشي. وبتقعد جميلة في غرفتها تفتكر كلام وسيم، ووسيم كمان قاعد بيفكر في جميلة. وبيسأله الكيوت ايه اللي شاغل تفكيرك، وبيقول له حاول تفهمها وتعرف هي عاشت ازاي. وتاني يوم بتجمع جميلة معلومات عن وسيم عايزة تفهمه اكتر، ووسيم كمان بيجمع معلومات عن جميلة. وبعدها بيتقابلوا في الحديقة، وبتلاحظ انه بيفرك في حواجبه كتير لما بيتوتر. فبيقول لها ما تضيعش وقت في التعرف عليا، روحي اتعرفي على ابويا هيبقى احسن لك. وفي نفس الوقت بتوصل انجي والمساعد بتاعها، وبتقابلها الشعنونة وبتعرفهم على المساعد بتاعها. وبيكونوا جايين يقابلوا الحاج لكنه بيكون في اجتماع، فبيخرجوا يتفسحوا شوية لحد ما يخلص. وبتطلب من المساعد يجيب لها عصير، وبيروح نفس
المكان اللي فيه جميلة لكنهم ما بيشوفوش بعض. وبعدها بيشوف الكيوت انجي ايه اللي جاب البت دي هنا. وبعدها في الحديقة بيشوف وسيم حبيب جميلة القديم وبيفتكر انه شاف صورته قبل كده. وبيفتكر جميلة وهي بتقول انه خطيبها اسوأ شخص في حياتها. وفجأة بيشوف جميلة جاية من الاتجاه المقابل فبيجري يكب العصير على الخاين وبياخده على جنب. والواد مستغرب انت مين يا عم. وبتوصل انجي وبيدفع لهم وسيم تمن العصير اللي كبه. وفجأة بتشوفهم جميلة وبيقفوا يتكلموا مع بعض وكل واحد ابرد من التاني. وبتعرف من انهم جايين يقابلوا الحاج صاحب الحديقة. في الوقت ده الكيوت بيحاول يفكر انجي انهم اتقابلوا من فترة والبنت انا يا ابني مش فاكرك اصلا. وبيوصل الخاين وبيستفزوه اكتر وبيسيبوا ويمشوا. وبعدها بتقول للمساعد انها شافته قبل كده بس انكرت وخلاص. في نفس الوقت بيبعت الحاج رسالة لجميلة تجيله في الحال وبيظهر وسيم فجأة وبتعرفه جميلة ان الخاين مساعد انجي ودي بنت صديق ابوه جاية تقابله. لا وابوك بعت لي اروح اتعرف عليهم. وبتمشي جميلة ومتوترة وبيجيلها وسيم بعجلة وبيفضل يشجع فيها وما يهمكيش. وبتوصل جميلة في اخر لحظة وبيعرفهم الحاج انها خطيبته والخاين فقد النطق. وبتسلم عليه جميلة ولا كأنها تعرفهم لكنهم بيخرجوا بسرعة. وبتطلع جميلة بعدها تلاقي وسيم بره فبتشكره على مساعدته وبتسأله ليه ساعدها. وفجأة بتقرب منه فبيضعف قدام عيونها وبيحاول يتوه وبياخد العجلة ويجري وبيقعد مع نفسه يفتكر انه ضعف قدامها وحرارته عليت. وبيجيله رامو بيقول له الحق صاحبك قلب زومبي فبيروح له جارية. وبيكون الكيوت متعصب جدا لان انجي ما عرفتوش. ولما بيتفرج على التاب بيشوف ان العارضة اللي بترقص هي انجي وبيغمى عليه. وفي نفس اليوم بالليل بيلاقي وسيم رسالة قدام بابه وبيطلع الحاج مجمعهم كلهم وبيقول لهم بكرة في مفاجأة. وتاني يوم جميلة بتقلب الدنيا على الام بي 3 بتاعها ومش بتلاقيه في اي مكان. وبتطلع تسأل الحاج عنه وبتقوله انها تروح تشوفه في المكتب. وبتدور هناك لكن برضه مش بتلاقيه فبتخرج تدور بين الشجر وفي الشارع وبيشوفها وسيم وبتسأله عليه وانه مهم جدا ليها. وبعدها بتجيلها مساعدة الحاج وبتقولها انهم عاملين حفلة تنكرية بالليل. ولما بتروح جميلة بتلاقي المكان فاضي وفجأة الكل بيظهر وبيبدأوا رقص فبترقص معاهم وحاجة كده في اللذاذة وبتبقى سعيدة جدا بيهم. وبيفاجئوها ان النهاردة عيد ميلادها. وفجأة بتوصل انجي ومساعدها الخاين ولما بتشوفهم صديقة جميلة كانت هتاكلهم فاخدوها على بره وعرفتهم جميلة ان محدش يعرف الحوار اللي بينهم. وبتقول لهم انها هتقول للحاج على كل حاجة. وبعدها بتطفي جميلة الشمعة ووسيم واقف بيتفرج عليها من الشباك وماسك الام بي 3 بتاعها في ايده. وبيفتكر وسيم وهي بتدور عليه وهي حزينة جدا وبتبكي فبدأ يدور عليه في كل مكان بدون يأس لحد ما قدر يلاقيه وخده صلحه كمان لانه كان عطلان. نرجع للحفلة بقى. الحاج ادى الجميلة سلسلة زوجته الراحلة كهدية فدخل وسيم وشدها واتخانق مع ابوه ومن بين كل سلاسل العالم ملقتش الا دي لكنه اخدها منه بالقوة واصر يلبسها الجميلة. ووسيم مصر يقلعها لها لحد ما ابوه طرده من المكان وخرج وسيم حزين. وبعدها اعتذر الحاج الانجي على اللي حصل وعرفهم ان ده ابن وسيم وسابهم ومشي. ولما دخلت انجي اتفاجئت بالكيوت قدامها فاتهمته انه ماشي وراها لكنه اداها على دماغها وسابها ومشي. وبالليل راحت جميلة ترجع السلسلة لكن الحاج رفض وقال لها انت مش سرقاها انا اللي مديها لك. وبيروح الكيوت لصاحبه وسيم لكنه مش بيفتح له وبيفضل يفتكر كلام ابوه وهو ماسك صورة امه وبيبكي. وجميلة قاعدة متوترة بتفتكر كلام وسيم وهو بيشجعها ومش عارفة تعمل ايه. وتاني يوم المساعدة بتقول للحاج انت كده زودتها فبيقول لها حاجتي وبراحتي. في نفس الوقت بتروح جميلة وصاحبتها بيت وسيم لكن بيوقفهم فبيتسبل له صاحبة جميلة والواد سهل وقع. وبتدخل جميلة تدور على وسيم وبتخبط كتير ولما بتدخل ما بتلاقيش حد فبتخرج تدور عليه ولما بتلاقيه بتحاول تشرح له انها ملهاش علاقة فبيساومها القلادة مقابل الام بي 3 بتاعها. وينجي في الوقت ده بتتخيل انها لابسة السلسلة وهتموت وتاخدها ولما بتخرج بتلاقي الكيوت في وشها
ده انتوا لو مكتوبين لبعض مش هتتقابلوا كده. وكالعادة بتزعق له، لكن بيوصل الحاج وبيعرفها ان الكيوت ابن صاحب اكبر شركة للمجوهرات، فراحت بعدها تعتذر له على قلة ادبها معاه، لكن رد عليها بقرف، راحوا متخانقين. وبعدها بتقعد انجي مع الحاجة وبتعرض علينا تشتري القلادة بتاعت جميلة، فقال لها ان دي هدية ما ينفعش تتباع. وبعدها بيطلب منها تطرد المساعد بتاعها الخاين، وعرفها انه عرف ان ده يبقى حبيب جميلة القديم، فبتعمل بريئة وما تعرفش حاجة. بتروح جميلة تقابل وسيم وبتشوف الام بي 3 معاه فعلا، ولما بياخد العلبة السلسلة بيلاقيها فاضية، فبيتعصب وبيرمي العلبة ويمشي. ولما بتروح وراه بتلاقيه رمى الام بي 3 في المية، فبتنزل تدور عليه في كل حتة. ولما بترجع جميلة اصحابها بيتخضوا من منظرها، وبتقول لهم انها هتفضل متحملة لانها عارفة انه قلبه طيب. وتاني يوم بتكون جميلة بتنقذ حشرات في الشارع وبيشوفها وسيم، وفجأة بتوصل عمة جميلة وبنتها، وكانوا جايين يباركوا لها لعيد ميلادها. ومسكت عمتها ابنها من ودانه لانه راح لاخته من غير ما يقول. وبيوصل الحاج فجأة، فبتعمل العمة العقربة نفسها بتدور على الخاتم اللي وقع منها. وبعدها بتسأل جميلة الحاج لو عايز عمتها تمشي، لكنه بيسيب لها القرار، فبتقول له جايين من طريق طويل خليهم يقعدوا شوية. وبعدها بيروح الخاين عند انجي، ولما بتخرج بتطلب منه يقدم استقالته، وبتعرفه انها عارفة انه بيحب الفلوس زي يعني ومش بيحبها هي، فبتطرده بره بالسلامة انت بقى. في نفس الوقت بيقول قوم لجميلة ان عمتها ممكن تدمر العالم في ثانية، لكنها برضه مش ناوية تخليهم يمشوا، وبتبقى الأعمام مقضيها فشخرة منظرها ولا كأنه بيت اللي خلفوها. وبتدخل عليها عمة وسيم الشعنونة، لكن على مين؟ عمة جميلة مرقعة تقدر تغلبها، وبتمشي الشعنونة وهطائم الغيظ، فبتطلع على وسيم شوف لنا حل يا عم الحلو في المتسولين دول، لكنه بيخلع ايده وبيمشي. في نفس الوقت بتقابل جميلة انجي وبتحاول تشرح لها انها ما كانتش تعرف ان مساعدها بيخونها، وبيشوفهم الكيوت وبيستغرب من تصرف انجي. وبتوصل صاحبة جميلة وبتنقذها منها، وبعدها بتودع جميلة اصحابها قبل ما يمشوا. والكيوت بيسأل انجي بتخططي لايه يا سوسة، وبيعرفها انه شافها. في الوقت ده بتكون جميلة شغالة خدامة لعيلتها، تجيب في اكل تجيب في مية تجيب في اي حاجة يحتاجوها. والشعنونة والكيوت بيتفرجوا مستغربين، ده حتى بتغسل لهم رجليهم. فبيطلع جري على وسيم يحكي له، وبيروح يشوفهم بيعملوا ايه، وبيشوف جميلة وهي بتخدمهم. ولما بيروح بيعرف من امي ان عمتها هي اللي مديونة للحاجة، وجميلة بس بتسد الدين. وتاني يوم بتقفش الشعنونة العامة بتسرق، لكنها بتنكر وبتقول انها كانت بتتفرج بس، لكن جميلة بتقول ان سوء تفاهم. وتاني يوم بيشوف جميلة وبيصورها، وبيروح جري يوري الفيديو لوسيم. وبعدها العمال بيطلعوا على وسيم ونفس الحوار، وبعد شوية جميلة بيغمى عليها، وبيروحوا على وسيم والحق جميلة ماتت، فبيروح لها جري. وفجأة بتصحى جميلة وبيزعق لأخته على اللي عملته في جميلة، لكن لا حياة لمن تنادي. وبتطلع جميلة على غرفتها تلاقي عمتها بتقلبها، وبتعرف منها انها بتدور على القلادة بتاعت وسيم، فبتزعق لها جميلة وبتقول لها عمتها انها مديونة ب3 مليون. وفي نفس الوقت بتكون قليلة الرباية بتتفرج على وسيم وهو بيغير هدومه، فبيشيلها يرميها في البسين. وبتعتذر جميلة على تصرف بنت عمتها، وبيقول لها وسيم قول لعيلتك تروح بدل ما يطردهم بنفسه. وبتطلب جميلة من بنت عمها تعتذر لوسيم، لكن البجحة بتقول لها فكر. وبعدها بتتصل جميلة على الحاج تستلف منه فلوس، لكنه بيرفض يسلفها لما بيعرف ان عمتها اللي محتاجة الفلوس. ولما بتعرف عمتها بتتعصب عليها وبتهنها جامد وبتمد ايدها كمان، لكن بيظهر السندال وبيدافع عنها وبياخد جميلة ويمشي. وبتبكي جميلة ومن حسرتها على عيلتها، وبيعرف الحاج اللي حصل من المساعدة بتاعته، وبياخد وسيم جميلة يفسحها، وبيفتكروا الوقت الحلو اللي قضوه سوا. وبينصحها وسيم تعيش لنفسها وان عيلتها بتستغلها. ولما بيرجعوا بيلاقوا الحاج مستنيهم، فبيقول له وسيم اشتمني يلا انا مستعدة،
لكن الحاج بيشكره وبيقول له إن عارف اللي حصل من المساعدة سيتا. والأول مرة بيسمع وسيم كلام مدح من أبوه، وبعدها بيطلع الحاج على عمتها وبيهنها بسبب اللي عملته في جميلة، وبتخترع حوار وبتقول إن المافيا بتطاردها وإن حياتهم في خطر لو مدفعوش الفلوس، والحاج بيقرر يساعدهم. وبعدها بتفكر جميلة في وسيم وبتبقى سعيدة وبتقفشها صاحبتها. وتاني يوم بتجري إنجي على جميلة وبتعرف منها إنها عارضة القلادة للبيع، وبتطلع عمتها برضو اللي ورا الحوار ده كله، وفجأة بتهجم عليهم عصابة، فبتعترف عمتها إنها مش مديونة لأي عصابة، وبتطلع دي تمثيلية عملها الحاجة علشان يتأكد من صدق كلامها، وبيبقى شكلها وحش قدام الكل، مش عيب تبقي كبيرة في السن وكدابة. وبيمسح الحاج بكرامتها الأرض وبيقول لها من دلوقتي ملكيش دعوة جميلة، وبتمشي لعمة وهي غضبانة من بنت أختها. وبيشوفها وسيم وهي قاعدة وبيفتكر أخوها لما طلب منه يهتم بجميلة، وبيشوف الحاج وهو بيهتم بيها فبيمشي حزين. ولما بترجع جميلة بتلاقي الإمبيسري بتاعها متعلق، فبتروح جري تدور على وسيم لكن مش بتلاقيه، وبيكون الواد قاعد بيغني مع أصحابه ولا هو هنا، لكن بتفضل تبعت له في رسايل. ومن هنا بينتهي الجزء الأول. يا ترى جميلة توافق حب وسيم وإيه اللي هيحصل مع الحاجة؟ انتظروا الجزء التاني وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. مع السلامة.